ورا يوسف ليه؟ لو حد من العصابه شم خبر ممكن يقتل ابوك. ما هو في حاجه في دماغ كمان احنا مش فاهمينها ومش عايز يقول لنا عليها وحيد. يا جماعه ما تخافوش، انا عامل حسابي كويس قوي، محدش هياخد باله مننا. اللي بس خلينا ماشيين ورا يوسف لغايه لما الحاج يرجع بالسلامه، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. جبت الفلوس؟ شوف ابوي بس. حاج سيد، حاج سيد، حاج سيد، انت كويس؟ مالك؟ انت اللي جيت تخلصنا منهم، برافو عليك. يلا يا حاج يلا. اخواتك محدش سأل فين. معلش مش وقت يا حاج. يلا يلا يا حاج يلا يلا يلا. دي نومة تموت. لا اله الا الله. بعد الشر عليك يا حاج. شلتها في ايدك. 5 مليون دول؟ يبقى عدوهم لو عندك وقت. طب خد ابوك واتكل على الله، ولو فكرت تبص وراك هفرغ الطبنجة دي في دماغك. ألف سلام عليك يا غالي، فداك إن شاء الله 50 مليون. ربنا أعلم أنا دبرت الفلوس دي من تحت الأرض، كنت هتجنن عشانك. بس انا مستغرب انت ازاي تدفع ملايين زي دي للناس الاندال دول؟ طب خد رايي. اخد رايك امتى يا حاج؟ اخد رايك امتى بس وازاي يعني؟ ده انا كنت هتجنن يا حاج وخايف لحد منهم يعني بعد الشر عليك يأذيك ولا يلمسك ولا يعمل اي حاجه. بس معقول يحصل فينا احنا كده؟ انا لا يمكن اسكت، لازم اعرف مين ورا الحكايه النيله دي. هنعرف يا حاج هنعرف. اهدى بس. بقى معقول سيد الدقاق يتخطف؟ اقسم بالله ما هتعدي على خير. يا انا يا هم الاندال. المهم سلامتك يا حاج، المهم سلامتك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هي ناقصه. اي حركه هضرب بالنار. بوليس؟ والله يا باشا انا خطفنا وما عملنا حاجه. شوف الفلوس في الشنطه يا ايهاب. يلا بسرعه. فلوس فين يالا؟ والله يا باشا انا في فلوس. انت يالا؟ والله يا باشا انا في فلوس ولا حاجه. ده اللي اتفق معانا انا هيدينا 5000 جنيه عشان نعمل التمثيليه دي، وحتى المسدس ده صوت. طب شايف ده؟ ده بقى حقيقي يا روح امك. انا تحت امرك يا سعاده الباشا. مستعد تقول الكلام ده وتصور فيديو؟ تحت امرك. صوروا يا ايهاب. جاهز؟ مين اللي سلطك؟ يا نهار اسود، كده يبقى يوسف لبسنا السلطانيه كلنا. اللي حصل ده خطير خطير جدا يا جماعه. علشان كده ما حبيتش اقول لكم واحنا جايين، حبيت ان كنتوا تشوفوا بنفسكم. طب وانت عرفت منين ان يوسف هو اللي عمل الليله دي كلها؟ اركبوا وانا احكي لكم في الطريق. يلا. ورحت الوكالة، بصيت من ورا الإزاز لقيت يوسف هو وزكي وقدامهم فلوس كتير في شنطة كبيرة. طريقتهم خلتني أشك فيهم. يوسف خد الفلوس وخرج بيها وقال لي هروح أجمع باقي فلوس الفدية. خرجت جري وراه وكانت المفاجأة إنه راح على البنك. وايه اللي حصل بعد كده؟ خرج من البنك معاه نفس الشنطة برضه، بس مش عارف ليه شكيت إن الشنطة فاضية. بعدها عمل حاجة غريبة، وقف عربيته عند بتاع جرايد واشترى كمية كبيرة من مجلات وجرايد. رجع الفيلا ونزل بالشنطة وكانت مليانة. بعدها اتصلوا وحددوا مكان المقابلة ليوسف.